بابيرة، موقع الآبار الثلاث. تشكل قرى بابيرة ومشيرفة وجاكانا وداكان كبير وداكان صغير مجتمعة مجمع بايبرة، والذي تشكل بعد تهجير قرى داكان الكبير والصغير من المناطق الجبلية إلى هذه المنطقة، وتهجير قرى بابيرة ومشيرفة وجاكانا بعد إنشاء سد الموصل في منتصف الثمانينات. ويقع مجمع بابيرة على امتداد بحيرة سد الموصل، وتسمى هذه المنطقة في اللهجة المحلية العامية برآفي، أي المنطقة الواقعة على المياه. مجمع بابيرة تابع لناحية القوش قضاء الكيف، والبعد عن محافظة نينوى 25 كيلومتر، تقريبا 23 كيلومتر بعد عن قضاء الكيف، بحدود 18 كيلو البعد مع ناحية القوش. تحيط من الجنوب محافظة نينوى، ومن الغرب سد الموصل، ومن الشرق قرية حطارة غالبيتهم من الديانة اليزيدية، ومن الشمال ناحية فايدة. ومجمع بابيرة مكون من 5 قرى، وهي بابيرة، جيجانا، مشرفة، داكا مظن، وداكا بتشيك. حول اسم بابيرة يوحي بأنه مستمد من اسم الأجداد في اللغة الكردية، لكن لأهل القرية تفسير آخر ربما سمعوه من آبائهم وأجدادهم، وهو يستمد من تضاريس المنطقة. اسم القرية قرية بابيرة جاء من اسم بابيرة، كانت 3 أبيار في القرية، تقريبا في نصف القرية 3 أبيار، والقرية كان يعني داير ما داير هاي الأبيارة، من المعنى سألنا يعني قديما ماكو غير معنى، بس هذا المعنى. اسم القرية القرية على بعد من الأبيار تقريبا، بداية القرية بير، ونص القرية والأخير القرية بير، فيقولون يم الأبيار يعني بالمعنى بالكردي البئر، يعني هم يم الأبيار سموها بابيرة. بالإضافة إلى اسم مجمع بابيرة، ارتأينا أن نعرف معاني أسماء باقي القرية التي يتكون منها المجمع، ومتى تم استحداث هذا المجمع، كي يكون المشاهد على اطلاع وبينة أكثر بالموضوع. لذا تعرفنا على اسم قرية داكان ومشرفة من خلال أبناء القرى أنفسهم. داكا يقولون عليه بشكلين، يقولون اكو كان عين صغير وينطي 7 10 عيون مال مي، يسموها 10 انابيب مال العين مال مي، سموها يعني يسموها داكا، يعني بالكردي تجي. واكو جماعه يقولون اكو واحد كان ساكن في هذا المنطقه زمان قديم، ما احنا ما نجي بالنا، مزوج نسوان 2، ذا كان الكبير يسمونه داكان كبير، يعني الكبير، وداكان الصغير الام الصغير سكنوها بهذا المنطقه ويسموها داكان صغير. اسم داكان اكو احتمالين. احتمال الاول دهكاني، اكو قريه، اكو عين مال مي تنبع 10 عيون سموها دهكاني. واحتمال الثاني اكو رجل بالمنطقة، ساكن بالمنطقة، تزوج حرمتين، الأولية سموها داكا مظن أو داكان كبير، والثانية داكان الصغير، داكا كتشن.
وكان لقرية بابرة قبل أن تغمرها مياه السد تاريخ يحتذى به وقصص عديدة قد حدثت معهم، لكن إن غامرت هي الأخرى تحت مياه السد أسوة بباقي بيوت القرية، وبقي بعضها يروى كشاهد على عراقة القرية. وبقيت قصة انغمار القرية التاريخ الوحيد الذي يتحدث عنه الناس في هذه المنطقة. رحل في عام 85 قرية بابيرة وجيقان ومشرفة. في عام 86 رحلوا قرية داكا، ما أظن داكا كتشك من المنطقة الجبلية من جهة ناحية فايدة لأسباب النظام السابق. احنا ساكنين من داكا من 63 ورحلونا انهزمنا وصار هجوم علينا من قبل الحكومة السابقة والجعوش مالتهم، ويوم 4 مرات احنا مهزومين على خرز وكرساف وبوزان وهذيك المناطق، وعاد مرة ثانية عادين على المنطقة وحرقوا بيوتنا وخربوا. بال87 طبعا بالنسبة للثلاث قرى، لا قرية بابيرة وجيقان ومشرفة شمالهم مي مال السد، يعني ضمن حدود المي رحلوهم. احنا بالنسبه للقريه داكان الصغير وداكان الكبير رحلنا بسنه 87. نظام البايد اتهموا القريتين بتعاونهم مع البيشمركه ورحلونا الى مجمع بابيره. القرية منذ القديم، منذ 150 سنة احنا يعني اصلا من قرية بابيرة، وحتى الايام العهد العثماني كان الملك صرف للناس اللي قاعدين به، واكثرية معيشتهم على الزراعة وعلى تربية الحيوان وتربية المواشي. بس سنة ال 85 شملونا بسد الموصل والتعويض جدا بسيط، يعني تقريبا 4000 دونم عندنا راحت. قرية مشرفة رحلت من قبل لأن كانت تقع 5 كيلومتر شمال بابيرة، وشملت بحوض سد الموصل ورحلت إلى مجمع بابيرة. كانت تتكون من حوالي 30 إلى 40 بيت، والآن تطور ونمو القرية، أصبح حوالي 90 إلى 100 عائلة ضمن قرية مشرفة. أما المواقع الأثرية التي تنتشر في أطراف المجمع فهي بقايا وخراب بعض القرى القديمة التي هجرها أهاليها، وكذلك عندما يتراجع مستوى مياه السد تنكشف بقايا وأطلال لآثار قديمة ربما تعود للعهد الآشوري وتعرف في القرية باسم الخرائب خرابوك، وكذلك بقايا قرية إيزيدية كانت تعرف باسم بيوت عشيرة الدنا. كان اكو منطقة يعني بقريتنا يسموها خرابوك، آثار قديمة، وكان اكو هم قريب عليه هيك مثل الوادي يسموها واسع، يسموها واردنان كان اسم يعني قديم، بالكردي يسموها واردنا، يعني قبل هاي كان اكو ناس من جماعة الدنانية لازم كانوا هنا يسموها واردنان. المعالم الأثرية اللي عندنا بالقرب من القرية، يعني على القرية القديمة مالتنا منطقة اسمها واردنان شنو هي؟ عشيرة يزيدية من يعني من العشيرة الدنانية، هم حاليا يسكنون بدهوك يعني خانة.